النهاردة يا جماعة هنتكلم عن موضوع مهم جدا لأي حد شغال في الجبس أو شغال في الديكور عموما. هنشوف مع بعض أنواع البودر اللي موجودة في السوق، وهنجرب كل نوع ونشوف طريقة صبه ونسبه ونتيجته بعد ما ينشف. ويا ريت تركز معايا لأن في معلومات مهمة قوي ممكن تفرق معاك في شغلك بعد كده. أول حاجة هنبدأ بيها الجبس، وأفضل نوع في السوق دلوقتي هو جبس سينا، نضيف وصافي وبيشتغل تماما جدا في القوالب. نسب الصب هتكون 1:2، يعني لو معانا 100 جرام مية هنحط عليها 200 جرام جبس. هنوزن الجبس ونضيفه على المية بالتدريج. ونقلب كويس جدا. وخلي بالك الجبس بيبدأ يتقل بسرعة وبيدخل في مرحلة التصلب فورا. نخبط على القالب كويس من كل ناحية عشان نخرج أي فقاعات هواء، وده بيخلي الشكل النهائي أنضف. النتيجة القطعة نشفت، بس خلي بالك ده مش معناه إنها نشفت تماما، لسه محتاجة من 3 ل4 أيام كمان عشان تنشف تماما. الشكل العام كويس والنصاعة معقولة. تاني حاجة معانا خلطة الجبس مع الأسمنت الأبيض والسبيداك أو كربونات الكالسيوم. نسب الصب 100 ملي مية، 150 جرام جبس، 30 جرام أسمنت أبيض، 20 جرام كربونات كالسيوم اللي هي السبيداك. بنوزن كله ونضيفه بالتدريج على المية ونقلب كويس جدا. والمرة التانية الجبس بيتقل بسرعة.
هنضيف بس معلقة غير أبيض. نخبط على قالب كويس، ولو في بابلز كتير ممكن رشة كحول خفيفة. تالت حاجة معانا السوبر ميكس الماليزي. نسب الصب 1:2، يعني برضو 100 مل مية قدامها 200 جرام بودر. هنبدأ نوزن ونضيف البودر على المية بالتدريج ونقلب كويس. بس هنا ناخد بالنا المرحلة دي مش سريعة، مش زي الجبس، ودي ميزة حلوة لأنها بتديك فرصة لو حابب تضيف لون أو تأثيرات من غير ما تقلق في التصلب السريع. هنخبط برضو على القالب كويس من كل الاتجاهات. ولو في بابلز نرش رشة كحول خفيفة. النتيجة القطعة طلعت ناعمة جدا، النصاعة بتاعته حلوة، والبياض بتاعه أفضل. تعالى بقى نشوف رابع حاجة معانا النهاردة، وهي الماربلينو. نسب الصب برضو 100 ملي مية 200 جرام بودر. هنوزن ونضيف بالتدريج ونقلب كويس جدا. برضو التصلب مش سريع.
هنخبط على القالب كويس ونرش رشة كحول بسيطة لو في أي فقاعات. النتيجة القطعة ناعمة جدا ومش نضيف والنصاعة ممتازة، يعني ممكن نقول إن هو أحسن من السوبر ميكس في الشكل العام. خامس حاجة معانا RTM، وده بودر معالج كيميائيا مخصص للديكورات، ومميزاته زيادة الصلابة، نعومة عالية، بياض قوي، سهل جدا في التشكيل. نسب الصب 30% مية 70% بودر، يعني 100 ملي مية قدامها 230 جرام بودر. بنوزن ونضيف بودر على مية بالتدريج ونقلب كويس جدا. برضو مرحلة التصلب هنا مش سريعة، ودي طبعا ميزة كويسة جدا. هنخبط على قالب كويس من كل جهة ورش الكحول برضو عشان نطلع أي بابلز. النتيجة القطعة طلعت ممتازة، ناعمة قوية وشكلها في منتهى الحرفية. مرحلة مهمة جدا، النقع في المية. ليه بننقع القطع في المية بعد ما نطلعها من القالب؟ علشان تكمل التفاعل الكيميائي، بتزود الصلابة وبتمنع الهشاشة، بتقلل التشققات، بتخرج أي فقاعات هوائية من القطعة، بتخلي السطح أنعم وأسهل في التشطيب، بتطول عمر القطعة وتخليها تستحمل الشغل. نبدأ بقى نطلع القطع عشان تبدأ إنها تنشف. وده شكل القطع بعد ما نشفت. تعالى بقى نوزن القطع. أول حاجة الجبس 170 جرام، خلطة الجبس مع الأسمنت الأبيض 179 جرام، السوبر ميكس الماليزي
225 جرام، تقيلة. الماربلينو 227 جرام. الRTM 223 جرام. ودلوقتي مع اختبار الصلابة، مين اللي هيسقط؟ أول حاجة الجبس، انكسر. نجرب بقى خلطة الجبس مع الأسمنت الأبيض والسبيداك الغير الأبيض. شكلها استحملت أفضل. لا تمام. السوبر ميكس، لا أقوى. تمام. الماربلينو، نزود الخط شوية. تمام تمام. أقوى. آخر حاجة الRTM. يلا نزود الخط أكتر. يبقى أقواهم. لو عجبك الفيديو متنساش اللايك والسبسكرايب. استنى الحلقات الجاية، لأن هنجرب حاجات تانية كتير، وكل تجربة هنقول فيها الصراحة زي ما هي.